هو احنا لو عملنا طاجن بطاطس تفتكروا هيطلع عامل ازاي؟ طعمه وريحة من الآخر. يلا بينا نشوف الجمل ده عملناه ازاي. نقول بسم الله ونصلي على الرسول. أول حاجة كده عندي كيلو من البطاطس قطعته شرايح كده سميكة شوية وضفته هنا في الطاجن. وقطعت كمان شوية فلفل، أي نوع فلفل عندكم ضيفوه. شوية برضو بصل قطعتهم جوليان بالطريقة دي. ونبتدي نقلب الكلام ده كله، وهضيف بقى التوابل بتاعتي. ضفت الملح، ظبطيه بقى حسب الرغبة. معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة كمان من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكمون، وأهم حاجة البابريكا معلقة صغيرة منها كمان. هبتدي بقى أقلب البطاطس مع شوية التوابل اللي أنا ضفتهم دول، وياخدوا كده من ريحة التوابل، وهركنهم بقى على جنب لمدة كده 10 دقايق ربع ساعة لحد ما أكمل الوصفة بتاعتي. هنا بقى جبت الطاسة وكنت مقطعة شوية الدهون اللي كانت في اللحمة، قطعتهم قطع صغيرة بالشكل ده. قلت استخدم كده دهن طبيعي، وضفت عليهم معلقتين زيت بس. بعد كده حطيت شوية فلفل اسود معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هقلبها كويس جدا، الريحة رهيبة. هجيب بقى اللحمة بتاعتي. انا هنا اخترت لحمة الموزة، كانت حلوة جدا في الطاجن. اي نوع لحمة انتوا بتحبوه ينفع في الوصفة الجميلة دي. ابتديت اعمل لهم كده صدمة بالشكل ده. الموضوع مش هياخد 10 دقايق كده على النار. وهبتدي ان انا احط معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسود من ناحيتين على اللحمة. بعدها هبتدي ان انا اقلب فيها كويس قوي لحد ما تاخد اللون الجميل ده. هبتدي اخلص الكمية بتاعتي كلها كده بنفس الطريقة. شايفين؟ هضيف كمان حبهان وورق لورا وقرنفل، ولو في مستكة ياريت. هتبقى حلوة قوي. هبتدي اشوح بقى الكلام ده كله كده مع بعض، واللحمة كده تاخد تشويحة محترمة. ابتديت ان انا اضيف حبتين كده من البصل كبار قطعتهم شرايح جوليان، وبعد كده حبتين من الطماطم بشرتهم. ممكن تستخدمي صلصة بس الطماطم كده مبشورة بتديها طعم حلو قوي. ضفت هنا نص كوباية من الصلصة، دي صلصة بيتي انا عاملاها في البيت. وهبتدي ان انا اسيب بقى اللحمة بتاعتي كده حوالي ربع ساعة لحد ما توصل معايا للسوا، نص سوا يعني، مش عايزاها سوا كامل طبعا عشان هتكمل التسوية في الفرن. ضفت معلقة من الدبس الرمان بيديها تيست عالي جدا. هنا بقى هنزل بالصلصة بتاعتي والصوص اللي انا عملته ده. نزلت عليه في الطاجن بالشكل ده، وهبتدي افرد اللحمة بتاعتي بالطريقة دي، واغطيها بقى بورق الزبدة، وبعد كده ورق الفويل. ومسخنة بقى طبعا الفرن عندي عشان مجرد ادخل الطاجن ما ياخدش وقت طويل معايا. مجرد ساعة الا ربع هتلاقي البطاطس عندنا استوت، واللحمة كمان كملت تسويتها بشكل كامل. بعد مرور نص ساعة في الفرن هبتدي اشيل ورقة الزبدة وورق الفويل، واشغل الشواية كده عليهم لحد ما ياخد اللون الذهبي الخطير اللي انتوا هتشوفوه. وبكده خلصنا طاجن بطاطس تحفة بجد. لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه بالطريقة الحلوة دي. يلا جربوه قولولي رأيكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير. باي باي.